بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهاردة في اليوم الأول للأسبوع ال14 الزمالك لعب مع بتروجيت وتعادلوا 1-1. وفي الحقيقة المباراة كانت متكافئة، مش عايز أقول كفة بتروجيت كانت أرجح. الزمالك أول مباراة مع المدرب الجديد بسيرو اللي كان مدرب النادي الأهلي قبل كده، وطبعا المدرب معذور اول ماتش له، وممكن يكون يعني مش عارف اسامي اللعيبه كلها بتاع الفريق. فالمباراه كانت سجال بين بتروجيت والزمالك، هجمه هنا وهجمه هنا، وبتروجيت كان هي كفته ارجح واستحواذه اكتر، الى ان جاء في نهايه الشوط الثاني بعد الدقيقه 80 جون بتروجيت من جمله رائعه ممتازه، يتقدم بتروجيت 1-0. والمخرج بيعيد اللقطة بتاعت الجون. الزمالك انتفض بسرعة وسنتر وجاب جون التعادل. جاب جون التعادل في في مجرد ما سنتر للجون اللي جه فيه، والماتش انتهى 1-1. ودي بروفا بصراحة يعني مقلقة للزمالك قبل ماتش القمة الأسبوع الجاي إن شاء الله بين الزمالك والأهلي. وبتروجيت يعني كان قاسي النهاردة على الزمالك، كان ممكن يطلع فايز لو الجون من السنترة ده والسرحان المفاجئ اللي حصل لبتروجيت كان ممكن يطلع فايز على الزمالك. لكن ربنا ستر والزمالك اتعادل 1-1 قبل لقاء القمة الأسبوع القادم إن شاء الله. بالتوفيق للجميع ونشوفكم على خير ونقول سلام عليكم.